اسهل موديل تقدري تخدميه لهذا الصيف بزاف شباب، وسهل في خدمته. بالنسبة للمبتدئات ننصحكم بهذا الموديل تخدموه كمشروع جد ناجح، وفي لبستو عملي جدا. شوفي لي هذا القماش تاع القبايل تقدروا تخدموه باي نوعيه تاع قماش، ماشي اوبليجي هذا القماش البنات. وراح نمد لكم تاني طريقه كيف ما تفصلوا هذه النوعيه تاع القماش. اي نوعيه تاع قماش فيها هكا الديسه من الجهه التحتانيه ما يتفصلش، ما تقديش تفصليه في صاله الداخل في الخارج، اوبليجي تطبقيه على اثنين وتفصلي. مام هذا الرشمه اوبليجي تجي كيما هكا، يعني ما عندك حتى حل. اما لا واش راح ندير؟ هذا القماش بالنسبه لي تكون قندورتها متر و37، اقل من متر و37 الجهه، اما لي اكبر من متر و37 الجهه قصيره. كيف ماش ندير؟ اولا تقدروا تخدموا الفولا لتحت. اللي ما تحبش دير الفولا هذاك الرشام اوبليجي يجي لتحت. واش ديري؟ تروحي تهزي منها من الطرف حوالي 10 سنتيمتر وتقصيه وتخيطيه هنايا الفوقاتك كامل، يعني يتفصل مع الظهر والصدر. تخيطيه وتطبقي على 4 وتفصلي وكأنه ما صرا والو، وكأنه القماش طويل بحاله هكا خياتي هكا. بما انه مولاتو عندها متر و37 قد طبقت القماش ديركت على 4 بعد ما نحيت 50 سنتيمتر حق الخياطه. بالنسبه للقماش تقدروا تخدموا ب3 مترات كما تقدروا تخدموا ب2.5 على حسب الكلوش اللي حبيته. ديت الكتف 19 سنتيمتر عفوا، الرقبه 7 سنتيم، مالا الكتف ديت لها 2 سنتيم. هبط هكا بطول تاع السطر اللي هو 24 وطول تاع الخصر اللي هو 42 سنتي هكا خياتي هكا. الان راح نديرو دوره تاع صدر تقسيم 4 زائد حق الخياطه زائد شويه توسيعه، مولاتها ما بغاتهاش تجيها مزير. على هذا راح ندي تقريبا 26 سنتيمتر، يعني هي 26 سنتيمتر لكن ديت لها 27 سنتيم، ومنها ديت ليها ثاني 26 سنتيم. تقدروا دو 27 ولكن دخلت بواحد سنتيم باش نخدم فقط هذاك الخط تاع الخصر. وكذلك في دورة تاع الباط خياتي خدمنا واش خدمنا دورة تاع الباط، هبطنا بنفس القيمة والقيمة الأخرى درناها على شكل واش على شكل را. بعدها نديرو اللارج نتاعي. اللارج هنا البنات على حساب القماش، جبتو 2.5 نحيتو نص ليماج وبقى ليكم ديروا لارج مليح. جبتو 3 تنحو نص تبقى لكم 2 مترات ونص ثاني راح يكونوا في اللارج هكا حبيباتي هكا. نديروا اللارج هنا. بالنسبه للارج هنا حبيباتي ديروا متر، ديروا مسطره، ما ديروش برك باليد. وهاه بالك تروحوا ديروها باليد راح تجيكم فيها اعوجاج، راح تبان هكا في القندوره. شتو كي تلبسوا القندوره نتاعكم تبان هكا مموجه، هذا هو السبب. لازم تديروا حاجه مستقيمه هكايا باش ترسموا فيها حاجه ولا ترسموا هذا اللارج نتاعكم يجي مستقيم ديريكت. نروحوا للرقبه. كيما تحبوا ديروا الرقبه، انا كيما قلت لكم نوري لكم الموديل ننبهكم كيف ما يكون وانتم كيما تحبوا. راح نديروا الرقبه تاع الوراء 5 سنتيم على 7 سنتيم. الرقبه تاع الامام راح نهبط ليها ب 18 سنتيم. تقدروا ديروها في، تقدروا ديروها اوفال، تقدروا ديروها مدوره مربعه كيما تحبوا. انا راح نديرها على شكل في، ولكن من هذاك الفي حنخرج بواحد سنتيم. دوك تشوفوا ها هو الفي كيما هكا تاع الامام، اما هنا راح نخرج هكا بواحد سنتيمتر من لي كوتي تاع الفي. هذه هي الرقبه نتاعي اللي راح نخدمها نهار اليوم. الموديل يجي فيه بالجيوبه، يعني بزاف نحب لي موديل اللي فيهم الجيوبه سورتو تاع دار، نحسهم هكا عمليا. تحطي تليفونك مفاتحه كبريكه سيدي، تحطي اي حاجه فيها تلقيها في طريقك مازال ما رحتي لهذيك البلاصه ترديها تحطيها في هذاك الجيب ولا لا خياتي. ومن بعد ملي شوت لي بقاو لي منا راح ناخذ هنا اولا ديت 11 ومن بعد نقصتو يعني ادو 10 سنتيمتر على 22 سنتيم. القماش مطبق على 4 زدت طبقته انا على الاخر، يعني كل شيء راه مطبق على 8 باش نتحصل على لا دوبلور. كيما هكا نديرو مستطيل راح نخدم فيه الجيوبه. هذا القياس تاع الجيوبه ستاندار، وكذلك تقدروا تخدموا هذه الجيوبه في اي موديل. كيما هكا نقصهم راح نتحصل على 4 قطع. القطعه راح نزينها بالقالو، وقطعه اخرى البنات راح نبطن بها هذه الجيوبه باش يجوني متحوفين وشابين. دائما نقول لكم ونعاود لكم كي نخدموا خدمه نخدموها بطبع والشال ونخدموها شابه ولا فينيسو تهبل هكا باش الزبونه كي تشوفها تهبل عليها وتشكرك، ماشي غير دراهم برك. ما تشوفوش الخدمه نتاعكم دراهم برك، لا شوفوها تاني موهبه تحبوها.
هنا شوفوا راح نخيط كيما هكا، نخلي حله صغيره برك هنايا، ما نخليهاش الفوق، نخليها في الكوتي هكا باش نقدر نقلب. يعني دوك تشوفوا كل شيء في آلة الخياطه كيف ما نخدموا. دوك نروحوا للصاله تاع واش البنات، واش بقى لينا يا شاطرات، واش بقى لينا ليماش. يعطيكم الصحه بيان سور اللي راكم تجاوبوا معنا. لي هما ليماش ساهلين كامل. فقط هنا شوفوا هاد الجهه فيها رشام، انا ما نحبش ندير مانش بمانش، يعني تقدروا ديروا مانش فيه يعني رشام مانش، لا انا لا نحب يجوني كيف هكا تبان لي القندوره متحوفه اكثر. اما لا هذاك الرشام راح نحيه كامل، راح نطبق المورسو فقط هذا على 4 ونبدا نفصل لي مانش. هذاك المورسو المرشم تقدري تخدميه جيوبه، يعني انا مولاتو شرطت لي الجيوبه كيما هكا، لو كان خدمت ليه هذاك المرشم يجي تاني هبل. تقدري تخدمي به صدر، يعني بزاف حوايج. اول حاجه دائما تولهوا للكتان نتاعكم بالك يكون هذاك الداخل ناقص على اللي راكم تشوفوا فيه، يعني لازم تنتبهوا لهاد الصوالح. ومن بعد راح نبتعد ب 12 سنتيم، ندير هنا 24 سنتيم نقسمها على 2، هنا نخرج بواحد وهنا ندخل بواحد. البنات اللي دخلوا معنا جداد نقول لكم مرحبا بكم، الدار داركم، ولكن نصيحه من اختكم روحوا شوفوا في الفيديوهات كامل الاولى، شتوا الاولى كامل على الكاغوت وشرح الباترون وشرح ليماش، نتمنى انكم تشوفوهم لانه يفيدكم اكثر كي تجوا هنا للشرح تاع القماش، على بالي راح يسهل عليكم الخدمه تاع القماش. البنات اللي حابه تتعلم صح وتخدم على روحها وتجيها الخياطه سهله تروح تشوف هذيك الفيديوهات. بيسور اي فيديو ما فهمتوش اي شرح خلوا لي في الكومنتار ولا تواصلوا معايا في الانستغرام اللي تلقاو الرابط نتاعو في اول تعليق مثبت. هنا الطول تاع ليمونش درتو للمرفق، درت 35 سنتيم مع الخياطه 37 سنتيم، تحبوا تنقصوا نقصوا. هنا شوفوا واش دارت، بيان سور انا الرقابه بلا لافيزين ماشي رقابه، لازم ندير لها لافيزين ومن بعد بطنتها بلوبي كما راكم تشوفوا. هاد المراحل يتعادوا في كل فيديو، على هذا ننقزهم. ومن بعد شوفوا هنا كيما تحبوا ديروا تزيين كيما تحبوا نتوما، للرقبه تهبطوا تطلعوا في الكاتي كيما تحبوا. ومن بعد شوفوا الجيوبه زينتهم بهذاك، بيان سور كي درنا قالو تاع قبايل ما حاش نديروا قالو اخر، يعني لازم نديروا قالو تاع قبايل. هنا شوفوا هذاك الجيوب زينته بزوج خطوطات تاع قالو. ومن بعد واش دارت، شوفوا راني نخيط فيه، يعني بديت في منتصف تاع هذاك الطول، بديت نخيط هكا عادي على بعد 0.5 1 سنتيم كيما تحابين انتي، وعلى حساب الخياطه اللي تخيطيها نتيا. ومن بعد نخلو هذيك الحله تقريبا عندها 5 سنتيم 6 سنتيم. هاد لي كوتي راح نقطعهم كامل باش كي نقلب حاجه مليحه. مام هذو ما لقيتهم زايدين ولا نقطعهم ونقلب للبرا. شوفوا كي نقلب للبرا نتحصل على جيب مفيني الله يبارك هايل. بقات لي هذيك الحله نروح نحددهم، كي نروح نلاقيهم ولا كي نبلاصيهم على القندوره يجوا كراف متحوفين. ونخيط هذيك مع نلاقيهم، يعني كي نروح نلاقيهم على القندوره تتخيط ثانيك هذيك الحله. اروح هنا نوري لكم البلاصه اكزاكت وين تحطوا لي مانش الجيوب نتاعكم. بتاعت من الكتف ب 55 سنتي، الخط الاول 55 سنتي منا حتى لهنا 55 سنتي. ومن بعد خدمت الجيوبه، درت المنتصف تاع القندوره نتاعي ابتعدت عليها ب 8 سنتي ودرت ليماش الجيوبه يهديك ربي يا وليده الجيوبه. درت الجيوبه باش هكا يجوني قد ويجوني متحوفين، يعني ما تجيش واحد عوج واحد طالع واحد هابط. هاد الخدمه ما نحبهاش تماما، نحب يكونوا بالطبع والشان، نحب كي نخدم حاجه نخدمها مفينيه وتكون كل حاجه في بلاصتها. نركبوا الان ليماش بعد ما خيطنا حكمنا بايبانجل ومن بعد ضربنا لهم خياطه الله راهم شادين بلاصتهم. هنا راح نخيط ليماش خياطي. شوفوا في ليماش في القناضر اذا لقيتوا زياده عادي خدموهم بليه هكا نورمالمون ما تلقوش الزياده، كي تكون في صاله صحيحه راح تكون الخياطه الصحيحه خلاص. هنا نخيط كامل. هنا درت بليه صغيره برك هنا على مستوى تاع الكتف ومن بعد نهبط كامل. وهنا ثاني كاين عفسه لازم للمبتدئات لازم تتاكدوا منها، يعني احنا وخطرات ننساوها، وما ادراك المبتدئات لازم تركزوا مليح مع الخياطه نتاعكم، صرتوا لي عندها الاولاد هكا يديروا الحز يعني خطرات تنسى.
شوفوا لازم نديروا خط الباط على خط الباط هنا، ونجيبوا هذا لي مونش. انا دائما نحاول يجيني قد يجيني طويل ونقص منه، الافضل ما يجينيش قصير، ومن بعد نقيس منه الطول تاع لي مونش شحال لقيتو قد. اذا لقيتو كبير انقص، يعني نتاكد من طول تاع لي مونش قبل ما نروح ندير العاطفه، لانه هذا حاجه مهمه. قدر لي مونش نتاعك يجي واحد قصير وواحد طويل، كل خطره كيف ما. ومن بعد نركب لها القالو نفس الشيء، راح نركب القندوره نتاعي عادي جدا. وهنا ثاني كاين حاجه اخرى، كي تروحوا تركبوا القندوره نتاعكم البنات، شوفوا برحمه والديكم حاولوا انكم الخط تاع الباط يجيكم على الخط تاع الباط. وين كاينه قصه تجيكم قصه، كاينه قصه على مستوى تاع الظهر لازم تجي قصه على مستوى تاع الظهر، كاينه قصه على مستوى تاع الصدر لازم تجي على مستوى تاع الصدر. يعني ماشي تجي طالعه ولا تجي خط طالع وخط هابط، لا حاولوا انكم تجيبوهم السوا باش تكون الخدمه تاعكم فينيه وتحبل. انا نخدم هكا، نروح الآلة السورجي اللي حكيت لكم عليها وهبلتكم عليها كوبرا اسكارونت اللي راهي الله يبارك نفعتني ويعني ومساعدتني في الخدمه نتاعي. خدمت بها السورجي كامل الدنيا وحددتها، وها هو الموديل مع بعض. شوفوا لي على الموديل كيف ما خرج يهبل. ديجا شفتوا مولات وقالت لي يعطيك الخير ويعطيك الصحه على الفصالع ولا الخدمه، الله يبارك. هذا واش نفرح على بالكم، نفرح بزاف كي يعجب الموديل لمولاتو، يعني نفرح اكثر من هذوك الدراهم اللي دخلتهم. على حساب الخياطه، ماشي برك نخدمها على حساب الدراهم، لا نخدمها ايضا لانه نحبها يعني صديقتي المفضله. شوفوا لي على اللون تاع الكتان، شوفوا هذا هو اللون الاصلي تاع الكتان، هذا اللون الاصلي هبل جاي فير ميليتير هكا. بصح الكاميرا تليفوني ما على باليش واش بيه، ما على باليش صايهبل، ولا يصور لي واحد الالوان في لي موديل ما يخرجوليش كامل كيما راهم. تقدروا البنات ديروا هذا الموديل في كتان، اي كتان تحبوا. تقدروا ديروا له الفولا تاني يجي بزاف قراب، درتو ديجا بكتان سامبل شوازات سامبل وخدمت له الفولا هكا جاي يهبل. اللي حابه تشوف لي موديل اللي راني نخيطهم تلقاهم في الانستغرام حبيباتي، انضموا ليه لاني راني نبارطاجي فيه كامل لي موديل. كاينين نحطهم هنا وكاينين ما نحطهمش، خلاص هنا تلقاوهم دي فوتو تما في الانستغرام نتاعي. اما لا ما تراطوش اروحوا الانستغرام راني نستناكم فيه، وما تقدروا تتواصلوا معايا. هذا هو الموديل خياطي جام. كومنتر شباب كيما نتوما، واذا خيطوك حاجه ارسلوها لي في الانستغرام. مع السلامه.